اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فعجله، وإن عجلته فبارك فيه وأدمه يا رب العالمين. صباح الخير عليكم، كي صبحتوا؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كي راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير، عطله سعيده نتمناها ليكم ولوليداتكم. جيتكم اليوم فيديو جديد كما راكم تشوفوا، يعني كل واحد وعنده رزقه، هذه هي. ربي ان شاء الله يرزقكم ويرزقنا كاع. جبت لكم اليوم فيديو جديد، يعني راني جربته لاول مره، نقولها لكم بكل صراحه، يعني فلون مقاهي كل خطره نقول نجربه، راني جربته وعجبني. دوك نشارك معكم المقادير وطريقة التحضير. يعني وصفة سهلة توجد بالخف، وولادي والله لا كملوها يعني، وزدت عاودت لهم يعني هاد الفلون، عاودتها لهم المرة الزاوجة. هذا وين راني كيما نقولوا نحطه لكم، يعني درته دو فوا عادة، وكملت التصوير تاعها والمونتاج، وراني نحط لكم في الفيديو. ان شاء الله تكونوا بخير، وان شاء الله يكونوا وليداتكم جابوا لكم يعني معدلات ملاح. واللي فاته يعني هاد الفرصه معليش، كاين فرص زوج واحد اخرين. نتمنى ان شاء الله وليداتكم كاع ينجحوا ويفرحوكم. هذه هي. نبدو الوصفه. هنايا عندي حبه بيض، يعني هاد المول تاع هنا نروحو نشوفو الوصفه. يعني هنايا شا عندنا في البسكوي، عندنا حبه بيض كامله، ديري فيها قرصه الملح، وديري هنايا حوالي السكر حوالي قد اصبع، يعني بهذاك الكاس اموالي تدي حوالي اصبع. تخلطي مليح مليح هنايا المقادير، يعني السكر مع البيض تخلطيهم مليح مليح، وهذاك الملح يعني تخلطيهم مليح مليح حتى يذوب لنا السكر. الوصفه هذه يعني جربتها، قلت لكم جربتها زوج مرات. يعني المره الاولى يعني كلاوها ولادي، وهذه المره الزوجه راني نصور لكم فيها، عجبتهم راني عاودتها لهم. المهم هنايا السكر والبيض رانا درناه، وحبه البيض نزيدو هنايا الزيت. هنا تاني كي تدخلي زيت تاني كيما نقولوا خلطي مليح مليح غير بالفوي، ما غاديش تحتاجي لا باتور لا والو. تبغي ديري الباتور انت حره. ديري هنايا الزيت كيما قلت لكم حوالي تاني اصبع بالكاسه ام والد، يعني توزني قد اصبع واحد، وتخلطي الزيت مع المكونات الاخرين يندمجوا مليح مليح. من بعد غادي نزيدو هنايا، غادي نزيدو تاني الحليب، نزيدو تاني اصبع. يعني تفكروا هاد الكاسه ام وليد كل حاجه فيها اصبع، السكر والزيت والحليب كاع قد يعني كاع نفس المقدار، سهله ماشي حاجه صعيبه. تخلطوها يعني هكا بالخف، يعني ما غاديش تديلكم تاني الوقت. يعني الوصفه هذه فقط تستنوا كيما نقولوا غير الوقت اللي يبرد لكم فيه هذاك الفلون، صاي هذا مكان، ما غاديش تديلكم وقت كبير. بصح البسكوي يعني كي يطيب ما يديش وقت. نزيدو هنايا الكاكاو. الكاكاو عندنا زوج مغارف كبار، يعني تختاروا نوعيه مليحه، من الاحسن يكون هذاك الكاكاو البني الفاتح. تبدو هذاك الكاكاو البني الفاتح، وديروا هنايا هكا في الصفايه، يعني باش يجيكم تاني خفيف، وتهووا هذاك البسكويت تاعكم يجيكم مهوي. توجور كيما نقولوا نغربلوا الكاكاو ولا الفارينه ولا اي حاجه ديروها تغربلوها. تاني كاش حاجه شوائب ولا يعني تشوفوهم يقعدوا لكم في الصفايه. هذه هي النوعيه تاع الكاكاو، تختاروها تكون مليحه. والفارينه هنايا نبدو نزيدو كيما نقولوا غير بشويه. انا والله ماني عاقله شحال دات لي، بصح زعما راكم تشوفوا فيا راني ندير ونشوف، يعني نخلط. راكم عارفين هنايا كيما نقولوا البسكويه باش يجيكم خفيف، يعني ديروا هاكا 3 مغارف ولا عاودوا خلطوا حوالي 3 مغارف ولا 4 مغارف، وشوفوا يعني نتوما القوام تاع تاع البسكويت تاعكم صاي. دوك هنا يبقى يتقال لكم، دوك تشوفوا معايا هنايا ما يديلكمش بزاف تاني الفرينه، ما تديلكمش بزاف. تخلطوا مليح مليح كيما قلت لكم. تبقوا تزيدوا غير بشويه، يعني غير بالمغرف، وديري دخلي هذيك المغرف ولا زوج، وعاودي خلطي بالفوي وشوفي القوام تاعك. يعني ما تقلقيش تاني تفرغي هكا كاع الفرينه، ديري كاس ولا ديري نص كاس ولا لا، انت ديري 2 مغارف 3 وحبسي. عاودي تاني هنايا ديري كيما نقولوا هاد المايزينا راني درت حوالي يعني مغرف كبيره تاع مايزينا تاني تخفف لنا هاد البسكوي يجيكم خفيف. جربوها يعني هاد اللمسه يعني غادي تبدل لكم الكو تاع البسكوي تاعكم، يعني هاد الاضافه تجيكم مليحه. المايزينا ديروها في الاخير كيما هكا، تاني دخلوا كاع المكونات، وتتاكدوا بلي هذيك الفرينه والمايزينا راكم كيما نقولوا ما يقعدوا لكمش هذوك اللي يقويموا من الداخل كاش حبيبات ولا يعني قاعد تذوبوهم.
تاني هنايا غادي نزيدو شهية، غادي نزيدو الخل. الخل يلعب تاني دور كبير هنايا في هاد البسكوي. ديروه في التالي تاني كلمسة إضافة، بصح البسكوي تاعكم يجيكم روعة، يجيكم خفيف بالبزاف. كي ديرو هنايا الخل غادي يخفف لكم هداك البسكوي تاعكم، شوفوا يجيكم ما شاء الله. جربوها وردوا لي رايكم في التعليقات. نتمنىكم قاع تجربوا هاد الوصفة يعني. ديروها دروك يعني قبل رمضان وتعتمدوها ان شاء الله في رمضان، يعني نبدلوا. ماشي كل يوم نديرو فلان، ماشي كل يوم نديرو تحليات هكا غير سامبل، يعني نبدلو نديرو خطره تحليه، خطره هذا فلان تاع المقاهي، يعني كل خطره نديرو حاجه جديده. وهاد الفلان والله لكل خطره نقول نجربه، يعني هاد الخطره كي جربته عجبني، ولادي تاني عجبهم، يعني انا درته وعاودته كيما قلت لكم، ونبقاو نعتمدوه ان شاء الله في رمضان الشهر الفاضل تاني نديروه ان شاء الله باذن الله. ندخلو هنايا نديرو البسكويت تاعنا في هاد المول، يعني دهنته بالمارغرين ورشيته هكا بالفرينه، وديرو هذيك العمليه يعني كيما نقولوا كيغدون ولا اي حاجه تكون عندكم هكا، ولا خدمي ولا هكا ديرو هاد العمليه هكا تاع الخطوط هكا تدو وتجيبو، باش تاني البسكوي كيما نقولوا يديلكم استقامه واحده، ما يعوجلكمش، يعني ماشي جهه تجي طالعه وجهه هاوده. انا هكاك وجاني كيما نقولوا ما جانيش على خط واحد، كيما نقولوا ما جانيش مستوي، خاطش انا عندي الفور تاعي كيما نقولوا ماشي على استقامه واحده، يعني توجور يميل لي هذاك البسكوي. نروحو هنايا للطبقه تاع الفلانشا، فيها عندنا هنايا 2 كيسان تاع حليب، 2 كيسان هادو تاع ام وليد تاع حليب ونص، 2 كيسان ونص تاع حليب، وديروا لهم نصف هذا الساشي تاع يعني هذا الفلان تاع كراميل، ماشي مشروط هذا كراميلو، يعني كاين فلان عادي تاع كراميل تشروه. كيما نقولوا ديروا هكا حوالي 2 مغارف كبار ولا 3، ما تكتروش في هادو 2 كيسان ونص تاع حليب. ولا شريتو هذا الفلان هاد النوعيه تاع كراميلو، يعني ديروا نصف الكميه، يعني هذاك الساشي تدو منه غير نص، عادي ديروا هذاك الفلان نص ساشي، ديروا معاه الحليب وديروا هكا يطيب على كيما نقولوا كيما ما كديري الفلان، غير كي راكي ديري في الفلان تبقى تحركي. تزيدوا هنايا المايزينا، هاد الاضافه تاع المايزينا فقط، هذه هي باش ما يجيناش كيما نقولوا الكتله تاع الفلان تجينا كيما الفلان اللي ناكلوه عادي اللي يديروه في رمضان، لا يجي فيه واحد اللمسه يعني شابه. هاد المايزينا يعني تلعب تاني دور هنايا، يجيكم القوام تاعها شويه خفيف، ما يجيش كيما الفلان اللي ناكلوه عادي. ديروها تاني على النار طيب، تخلطوه هكا بالفوي تحركوه، كي تشوفوه يعني هذاك الفلان تقال لكم، يعني توخروه من النار، يعني تجبدوه من النار تخلوه شويه يبرد، ماشي قاع يبرد باش ما يديرلكمش تاني هذيك القشره. اي مباشره تفرغوه فوق كيما نقولوا تفرغوه فوق هذاك الطبقه تاع البسكويت اللي تكون طابت لكم. انا راني وريتكم هذاك الفلان يعني شحال تدو. هديروا هنا نصف الكميه، تحركوه هنايا مليح. هو البسكويت كي طاب تخلوه يبرد، يعني تخلوه يبرد تماما. كي يبرد هاك تشوفوا القوام تاعه يعني كي جا عاده، وتحطوا فوقه الفلان كيما قلت لكم هنا غادي يبرد شويه. شوفوا الطريقه هذه، اما ديروه كيما هكا ولا تاني تستعملوا الملعقه. شوفوا تحطوا الملعقه وتفرغوا فوق هذاك الفلان تاعكم، يعني الفلان فوق الملعقه عاده، كيما نقولوا باش كي تحطوه ما يجيكمش الطبقه تاع الفلان تجيكم ديريكت. هذه نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني. يعني من بعد تخلوه صاي يبرد كيما الفلان العادي كيما اللي نديروه. تخلوه برا يعني غير هكا في المطبخ، ومن بعد دخليه في الثلاجه. كي تدخليه في الثلاجه يبرد لك هذاك الفلان. كي تشوفي الفلان تاعك برد يعني تخرجيه وتستعملي دوك الطبقه الاخيره تاع الديكوجيل. هذاك الديكوجيل يعني غادي نصنعوه منزلي، يخرج لكم كيما اللي تشروه من برا واحسن منه. يعني شوا يجيكم كيما نقولوا يجيكم خفيف، ما غاديش يجي كيما الديكوجيل اللي غادي تزينوا به لي طاخت ولا هكا تحليات ولا. المهم يجيكم ديكوجيل شباب، يجيكم خفيف. دوك نوريكم معي كيفاش خدمته. الكراميل يعني كل واحد وكيفاش يبغي يستعمل الكراميل. انا الكراميل درت
شويه بزياده. هذه هي. نديرو هنايا الماء، ها هو الكاس تاع الماء، يعني شوفوا راه واصل عند هذاك الخط. الماء عادي، تحطوا الماء تاعكم وتزيدوا السكر تاني تحت هذاك الخط. شو داك الخط تاع ام وليد يعني يجي تحته سكر. وال لاغون تاع الكراميل يعني انا هنا شويه عمرت الملعقه بزياده، يعني نتوما ما تعمروهاش، ديروا نصف تاع هاد الملعقه باش ما يجيكمش يعني قاطع. انا جاني شويه فونسي. نتوما ديروا غير نصف تاع الملعقه تاع هاد لاغوم تاع الكراميل. هذا لاغوم تاع الكراميل خاطرش يجيكم شويه قاطع. وحوالي كيما هكا ملعقه تاني تاع دسر مايزينا. تخلطوهم مليح مليح وتحطوهم تاني فوق النار يطيبوا. تخلطوهم بالفوي هنايا باش ما يتكولكمش قبل ما تحطوه فوق النار. تخلطوه هكا بارد في بارد. المايزينا هذيك تحلوها مليح مليح مع السكر. انا الفلون تاعي راه برد، كي يبرد لكم هنايا تخرجوه كيما قلت لكم. صادوك انا هنا درته في الثلاجه خرجته. غادي ندير فوقها هذيك الطبقه تاع الديكورجيل. هذيك صايت يعني تكون شويه بردت، يعني ماشي بردت تماما بصح راها بارده، يعني ما راهاش كيما نقولوا ساخنه، راها بارده. ديروا هنا هذيك الطبقه. غادي يبقى لكم تاني منها شويه، حتى الفلون غادي يبقى لكم منه شويه. الفلون يعني يبقى لكم حوالي قد كيما نقولوا هذاك الكاس تاع لاتاي هنايا. كي تفرغوا يعني هذيك الطبقه الاخيره تاع كيما نقولوا هذاك الديكورجيل، تخلوها تاني تبرد شويه وتزينوها بالكاوكاو ايفيلي. ديروا كيما نقولوا حوالي تجيكم 6 تاع لي مورسو في هذا المول، يعني ما شاء الله كيما نقولوا تقطع لكم كميه تاع 6 تاع قطع. من بعد تقطعوهم عادي وتقدموهم يعني هكا. تحليه تجي ما شاء الله، تجي يعني كلكم بنينه. ماذا بيكم تجربوها البنات، راها كيما نقولوا عجبت ولادي وعجبتنا. والله تقولي باتيسري تجي احسن من الباتيسري، تجي بارده تنتكل تاني بارده. مليحه في رمضان والله. لا غير ديروها كيما نقولوا ما تديكمش مقادير بزاف، يعني توجد في ظرف تاني وجيز، ما تديكمش تاني وقت طويل. ولا انا الفلون راه شويه هود لي في الجوانب كيما قلت لكم، لاخاطش البسكوي كي طابلي يعني يميل لي شويه منه ومنه في الفور يعني تاعي انايا ما يشدليش كاع لا فورم كيما قلت لكم ليش. المهم الوصفه يعني جات ما شاء الله، عجبتني وعجبت وليداتي. نتمنى تاني نتوما تجربوها وتعجبكم وتبارطاجوا يعني الوصفه مع الاهل والاحباب كيما نبغي نقول لكم. ما تنسونيش بلي جيم ودعواتكم ليا ولوليداتي، وربي يحفظ لكم نتوما تاني وليداتكم. ونتمنى لكم هاد العطله تاني تدوهم تحوسوا بهم شويه، يعني خرجوهم شويه وليداتكم، خرجوهم يدوروا. اللي عندها اي كيما نقولوا بلاصه تروح لها هكا ولا تروح، لا عندك جاردين روحي له، لا عندك بلاصه وين يلعبوا مانيج ولا هكا اي بلاصه دي وليداتك بروفيتي انت تاني خرجي معاهم، ولا زوري الاهل تاعك ولا الاقارب تاعك. المهم ما تقعديش في الدار. واللي راهم خدامات تاني نقول لهم ربي يعاونكم. نتوما تاني ربي يعاونكم على الخدمه تاعكم وعلى وليداتكم وعلى شقاكم، وربي يكون في العون. هذه هي ان شاء الله. اتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها وتدعونا. ادعوا لي بدعوه الخير ليا ولوليداتي. وانا تاني نتمنى لكم ان شاء الله وليداتكم يفرحوكم. هذه هي. واللي ما جابولهاش نتائج مليحه معليش ما تلوميهمش. ان شاء الله مازال باقي لكم 2 فرص. وليداتكم ان شاء الله باقي لهم 2 تاع الفرص مازال قدامهم. كما نقولوا الفصل الثاني والفصل الثالث. هذه هي. ما تلوموهم ما والو. كيما نداري نقول لكم الوقت هذا ما راحش يعجب. والاطفال كيما نقولوا ما نضغطوش عليهم، يعني يكونوا عارفين القرايه كي راها دايره. كل واحد وربي كتب له، كاين اللي يقرا كاين اللي ما يقراش، كاين اللي راسه خفيف كاين اللي ما يرفدش بالخف، كاين اللي كل واحد وكيفاش كيما نقولوا ربي راه شخصيه تاعه. كيما نقولوا كل واحد وربي شاطه. هذه هي. اللي يقرا ربي يعاونه، واللي تاني ما قراش معليش انت كيما نقولوا انت ديري مجهودك وخليها على الله. ربي يفرحك بهم ان شاء الله ويفرحنا اجمعين بوليداتنا. اتمنى الوصفه تعجبكم البنات. ما تنسونيش بلي جيم وبارطاجوا الوصفه، والى اللقاء.